تخيل إن في شخصين، الاتنين عندهم نفس عدد الساعات، نفس الظروف تقريبا، لكن فيهم واحد بينجز 10 أضعاف التاني. ليه؟ هل هو أذكى؟ أقوى؟ أغنى؟ لأ، بس هو بيعرف يدير وقته صح. والنهاردة هحكي لك إزاي أنت كمان تقدر تتحكم في وقتك وتبني يوم أقوى وتوصل لنسخة أحسن من نفسك بخطوات بسيطة جدا. المشكلة اللي بنقع فيها كل يوم، نقوم من النوم، نمسك الموبايل، نشوف إشعارات، نضيع نص ساعة من غير ما نحس، وبعد شوية نلاقي اليوم بيعدي من غير ما ننجز أي حاجة مهمة فعلا. النتيجة توتر وتأجيل، إحساس إن اللي ورانا كتير ومش عارفين نبدأ منين. بس الحقيقة الوقت مش هو المشكلة، طريقة استخدام الوقت هي المشكلة. سر السيطرة على الوقت في جملة بتغير حياة أي حد يسمعها: إدارة الوقت هي إدارة نفسك. أنت مش محتاج يوم أطول، أنت محتاج تشتغل صح على الحاجات الصح في الوقت الصح. والنهاردة هديك 5 مفاتيح لو طبقتهم أسبوع واحد بس هتشوف نتائج عمرك ما كنت تتوقعها. المفتاح الأول: قاعدة ال3 أولويات الذهبية. قبل ما تمسك موبايلك، قبل ما تفتح أي تطبيق، اقعد دقيقة واحدة واكتب إيه أهم 3 حاجات لازم أخلصهم النهاردة. ليه 3 حاجات بس؟ لأن مخك ما يقدرش يركز على 10 مهام في نفس اليوم، لكن يقدر يخلص ويركز بقوة في 3 مهام بس، ولو خلصتهم يومك نجح بنسبة 100%. اختار أولويات بتأثر على مستقبلك، مش مجرد حاجات عاجلة. المفتاح التاني: قاعدة ال10 دقايق. بداية صغيرة بتساوي إنجاز كبير. لو في حاجة بتأجلها، لو في شغل تقيل، لو في مهمة بايخة، اعملها لمدة 10 دقايق بس. 10 دقايق كافية إنها تكسر مقاومة المخ، وبعدها هتلاقي نفسك كملت نص ساعة في ساعة ومن غير ما تحس إن أنت أنجزت اللي أنت كنت خايف تبدأه. اسأل نفسك دايما: إيه الحاجة اللي لو بدأت فيها 10 دقايق يومي هيتغير؟ المفتاح التالت: قاتل المشتتات. السيطرة على تركيزك. أكبر لص وقت في حياتنا هو المشتتات، موبايل ورسايل ريلز، وعقلك أصلا بيتبرمج إنه يتشتت كل دقيقتين. جرب تعمل الخطوة دي النهاردة، اقفل كل الإشعارات ساعة واحدة بس. ساعة من غير مشتتات هتساوي شغل 3 ساعات من غير تركيز. ولو عندك شغل مهم، حط الموبايل في أوضة تانية 30 دقيقة، هتحس إن أنت بقيت نسخة تانية من نفسك. المفتاح الرابع: قاعدة التخطيط ال5 دقايق. قبل ما تنام اقعد 5 دقايق واكتب ايه اللي انا انجزته النهاردة، وايه اللي انا محتاج اعمله بكرة. ايه اهم شيء لو خلصته بكرة هيفرق معاك. التخطيط مش بياخد وقت، لكن بيوفر وقت مهول اثناء النهار، لانك بتصحى عارف هتعمل ايه، مش تايه. المفتاح الخامس: تقسيم اليوم، التايم بلوكينج. قسم يومك لمربعات وقت: شغل وراحة وأكل وتمرين ومراجعة وقراية. ليه؟ لأن عقلك بيمشي كويس جدا لما يعرف إن في حاجات ليها وقت محدد، ومع الوقت تبتدي تبقى منظم من غير ما تبذل مجهود. ابدأ بخطوة بسيطة: حدد ساعتين من يومك يوميا تكون منطقة إنتاج، مفيش فيها موبايل، مفيش فيها كلام، بس شغل. التطبيق العملي: هتعمل إيه بكرة الصبح؟ تابع الخطة دي خطوة بخطوة. اكتب 3 أولويات لليوم، اختار مهمة وابدأ فيها 10 دقايق، اقفل كل الإشعارات ساعة، واعمل زون وقت إنتاجية حتى لو 30 دقيقة. آخر اليوم خطط لليوم اللي بعده في 5 دقايق. ولو كملت أسبوع واحد هتحس إن اليوم بقى أطول ودماغك أروق وإنجازات أعلى بكتير. إدارة الوقت مش مجرد رفاهية، دي مهارة لو عرفتها هتتفوق على ناس كتير جدا. ولو وصلت لحد هنا فده معناه إنك فعلا عايز تتغير. فقولي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتضيع وقتك، وإيه أول خطوة هتبدأ بيها من ال5 مفاتيح اللي قلناهم. ولو عجبك الفيديو يا ريت لايك واشتراك، لأن اللي جاي أحلى.